دي رسالة مني لكل شباب مصر. الحقيقة دي رسالة لكل المصريين، وانا بتكلم عن هذه الرسالة دلوقتي من حفايرنا قدام معبد الملك حتشبسوت. الرسالة خاص بالوثيقة اللي احنا نشرناها في الانترنت عشان عودة حجر رشيد وعشان عودة القبة السماوية الزودياك. حجر رشيد من متحف البريطاني والزودياك من متحف اللوفر. حقيقة الوثيقة اللي تم نشرها باللغة العربية واللغة الإنجليزية تم توقيع عليها 135,000 حتى الآن. أنا الحقيقة زعلان جدا إن التوقيع تم أغلبه من الأجانب. أنا بتمنى إن إحنا كمصريين نعرف إن مهم جدا إن إحنا نحافظ على آثارنا، نعرف مهم جدا إن إحنا نرجع آثارنا. فإحنا عاملين الوثيقة عشان نهز العرش الإنجليزي، نهز الاستعمار اللي حصل واخد هذه الاثار كلها عن طريق الاستعمار، ونوقف الاستعمار الحالي لانهم بيشتروا اثار مسروقه حتى الان. احنا لو وصل التوقيع الى 1,000,000 هنقدر نضغط على المتحف البريطاني، لان طلع حجر رشيد بطريقه غير قانونيه. الزودياك لص فرنسي نشر الزودياك من سقف